لو انت عايش في امريكا او كندا اتحداك اكيد شفت فيديو زي ده. أنا دكتور مايكل جرجس عبد المسيح، مهاجر مصري، طبيب جراح، بكسب في الشهر 50,000 دولار بس. جيت أمريكا من 20 سنة وعندي بنت وحيدة اسمها لوجي. معلش خش بمزيكا لو سمحت. لوجي دايما كانت بتقولي بابي أنا مش بشوفك خالص، أنا نفسي ألعب معاك أكتر بس أنت على طول في الشغل. قلت لها لوجي حبيبة بابا أنا بعمل كل ده علشانك حبيبتي، ولكن فضل الموضوع دايما في بالي. ابتديت إن أنا أدور لغاية ما شفت فيديو زي اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي. الفيديو كان بيتكلم على أونلاين بيزنس. أنا معرفش لغاية دلوقتي هو عن إيه، ولكني اتشدت للموضوع قوي وحسيت إن دي رسالة من ربنا علشان أقعد مع لوجي وقت أطول. وفعلا بعت لهم رسالة، طلبوا إن هم ياخدوا فلوس عشان يعرفوني، لكن أنا ما همنيش ودفعت المبلغ واتعلمت السيستم وحياتي كلها اتغيرت وبقى عندي فاينانشال فريدم واشتريت بيوت كتير كتير قوي. والاونلاين بيزنس ده عباره عن ان انت بتعمل نوعيه بقى الفيديوهات دي بتطلع لي تقريبا مرتين ثلاثه في اليوم. ايوه يعني بتبيعوا ايه يعني بالظبط؟ فهمنا خلاص ان الاونلاين بيزنس ده غير لكم حياتكم وخلاكم معاكم فلوس مش عارفين تعملوا بيها ايه، وولادكم بقى فرحانين ومراتاتكم فرحانين. طريقتكم بكلامكم بتشككني فيكم حتى لو اللي انتوا بتعملوه ده احسن حاجه في الدنيا، لكن البيزنس موديل اللي هم علموه لكم والطريقه اللي انتوا بتنشروا بيها فيديوهاتكم مريبه جدا. وناس كتير عماله تتكلم على وعود وحاجات وكلام كله جميل، لكن ما بطلعش منه بحاجه. عايز تطلع منه بحاجه لازم تتواصل معاهم وتدفع لك بتاع $150 ويقول لك عشان نتاكد ان الناس تبقى جاده يعني مش اي حاجه، ولو مش عايز المبلغ ده بيترد تاني. طب ما طالما بيترد تاني طب ما تقول لي من البدايه، قول لي بصراحه انا ببيع فلاتر ميه. ايه المشكله؟ ما تقولوا لهم يا جماعه ان انتوا بتبيعوا فلاتر ميه وان انتوا عندكم نظام سيلز والسوشيال ميديا ده جزء من شغلكم عشان تروجوا وتعملوا تيم اكبر وكل واحد يبقى تحته ناس والكلام ده. ما تفهموا الناس الكلام ده، هو الكلام ده غلط. حسستوني ان انتوا بتبيعوا ممنوعات. ما تشرح يا عم بوضوح من البدايه هيحصل ايه. انا بعمل كده، اللي عايز عايز واللي مش عايز خلاص. لكن ايه الغموض اللي انتوا فيه ده؟ انا مش فاهمه. انا معرفش بصراحه مين اللي علمكم النظام ده او ده مفروض عليكم من اللي حاطين السيستم ان انتوا تتكلموا بالطريقه دي وكله سكريبت واحد معدي على الكل. وعلى فكره ممكن يكون البيزنس ده احسن حاجه في الدنيا لكن انتوا مش واضحين. ويا ريت لو حد شغال في الموضوع ده يبعت لي مسج ويفهمني هل ده موضوع فلاتر الميه وبتكسب كده فعلا، ولا دي برودكتس تانية وما بتتكشفش على رجاله.